لم يحترم نادي الزمالك ولا مجلس ادارته ولا جماهيره، واحنا مش بنحترمك يا طارق. الزمالك ايه؟ الزمالك نظفك، الزمالك لبسك جزمه، الزمالك خلى عندك عربيه كبيره. تصريحات طارق حامد لاعب الزمالك السابق واتحاد جدة الحالي في فيديو له عبر حسابه في اليوتيوب. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله، أتمنى تشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله. قال طارق حامد عبر فيديو له: لم أتهرب من المشاركة مع الزمالك في أي مباراة، كنت أحتاج فقط لفترة تأهيل طويلة قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق. تعرضت للإصابة بتاريخ 8 يناير العام الماضي، وتم تشخيص حالتي بشكل خاطئ. طبيب نادي الزمالك أبلغني أنها كدمة قوية وتحتاج للتأهيل لفترة من 4 أو 5 أسابيع. حصلت على إذن من أمير مرتضى للعمل مع طبيبي الخاص خارج النادي، وهذه ليست أول مرة أفعل ذلك. استمريت في التأهيل حتى أواخر فبراير، لكن لم أشعر بتحسن. استشرت طبيبين في مصر وجاء تشخيصهم مختلف للإصابة، لذلك قمت بإعادة التأهيل من جديد. لقيت مؤتمر صحفي معمول وبيقولوا فيه إن كنت متمرد وخاين ومتهرب، وإني سبب في خروج الزمالك من أفريقيا، وإن كنت سليم ورفضت أركب الطيارة مع الفريق. إحنا عارفين إن اللاعب بيحب النادي وبيموت نفسه مع الفريق، بقاله 7 سنين إحنا هنطلع نكذب وندمر تاريخه قدام الجمهور. أنفقت تكاليف علاجي من أموالي الخاصة، ولم أحصل على أي أموال من نادي الزمالك. أثناء فترة تواجد حسين لبيب كنت سأجدد للفريق، لكن بعد رحيله المفاوضات توقفت. ذهبت أنا ووكيلي لعقد جلسة مع مرتضى منصور من أجل المناقشة في ملف التجديد. حينها طلبت مهلة قبل الموافقة، ولم أطلب 25 مليون جنيه كما صرح مرتضى منصور. لكي أثبت حسن نيتي عرضت أن أتنازل عن باقي مستحقاتي للزمالك. كان شرطهم علي أن أوقع على ورقة تقول أنها غرامات، والحقيقة هي ليست غرامات لكن هي مستحقاتي. رئيس الزمالك تفاوض معي بشكل صوري، ومن ثم أعلن بيعي واتهمني بالتمرد والخيانة. أنا اللي رفضت أمشي من الزمالك وصممت على البقاء رغم الرقم الخيالي اللي عرضه بيراميدز عليا، مستحيل حد كان يرفضه. آخر حاجة ممكن أتخيلها إنه جمهور الزمالك يشك في حبي وانتمائي للفريق. أنا نزفت في الملعب علشان جمهور الزمالك. جمهور الزمالك عمل لي اسمي وكان دايما ظهر وسند ليا، في رعاية الله وحفظه. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة.